صباح الفل والتفاؤل والابتسامة الجميلة، باحبكم أوي، باتشكر لكم على المشتركين الجداد بجد اللي اشتركوا معايا، باحبكم واستنوني النهارده لأن النهارده بجد جاي فيديو تنمية بشرية وهرمونات كده يا معلم، هاضبط لك الهرمونات. بُص، يعني لو أنت ما شُفتش الفيديو ده بجد هيفوتك كتير أوي، 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 أوي خصوصًا للآخر. هاتكلم النهارده عن هرمون الشباب، إزاي إن أنت تبقى شباب دايمًا وتبقى كده شكلك جميل وتبقى أعضائك من جوّه شباب وتبقى مليان حيوية كده وجمال وطاقة جميلة كده. ممكن في ناس بتلاقيها دايمًا، مش أنت بتشوف ناس دايمًا لمّا بتلاقيها بتكبر في السِن كده، تلاقيها إيه، أمّا مثلًا بتعدّي ال40، ال50، ال60 تلاقيهم مش قادرين يمشوا وتعبانين وعندهم مشاكل وكده، وفي ناس تانية تقول لك إيه ده بيكبر بيحلو، ده بيكبر بتبقى إيه، صحته أجمل وكده. إيه السر في ده؟ السر في ده في حاجة اسمها هرمون الشباب أو هرمون النمو أو الgrowth هرمون. وركّز معايا أوي لإن أنا باقوله لك اللي جاي ده هيغيّر حياتك، فمهم جدًا، جدًا تسمعه وبأذان إيه، صاغية وبسعادة وإيه، وروقان. بُص يا صديقي، الهرمون دوّة بس ما ننساش أهم حاجة إيه، اللايك، سبسكرايب والشير عشان سيفوتك الكثير من البهجة والسعادة والهرمونات السعادة وهرمونات الشباب وكل شيء. بُص بقى يا صديقي، هاقول لك على حاجة مهمة. ربنا لمّا خلق الهرمون ده اللي هو هرمون النمو، هو كان خالقه وجايبه مثلًا إيه للطفل، الطفل الصغير عشان بينمو البيبي فبتلاقيه إيه، الهرمون ده بيتفرز عنده فبتلاقيه بروقان كده إيه، يقوم رايح جاي كابر مثلًا أو يبقى شاب. عارف أنت لمّا تلاقي شاب صغير مثلًا تلاقيه مثلًا في ابتدائي أو إعدادي وطالع له عضلات جميلة كده وتقول ده شكله صغير، ده أنا كنت فاكره في جامعة، دي معناها عنده الهرمون نمو عالي. بنت صغيرة تحس إن هي بقت أنثى جميلة كده بسرعة وهي لسه في إعدادي أو كده، معناها الgrowth هرمون عندها عالي. فهرمون النمو ده هو المسؤول على إن أنت تنمو والمسؤول إن أنت تكون شباب ورايق ومستمتع، يا مستمتع أنت يا مستمتع. متنساش اللايك والاشتراك ها، اوعى. تمام؟ فده مهم جدًا، جدًا، جدًا إن أنت تعمل الهرمون ده. طب هل يا ترى هو فايدته كده وإزاي أفعّله؟ فايدته إيه قصدي وإزاي أفعّله؟ بُص يا سيدي، الجروث هرمون ده بيحميك من إن أنت تكون وصلت للشيخوخة، بيخلّيك شباب دايمًا، بيخلّي قلبك كويس، بيعيد بناء أعضائك من جديد. يعني نشكر ربنا بجد اللي خلق الهرمون ده، لإنه بيعيد بناء أعضائك من جديد. الهرمون ده الناس اللي عندها مشاكل في الكلى، عندها مشاكل في القلب، عندها مشاكل في العضم، عندها مشاكل في أي حاجة، خشونة، أي حاجة عندها حتى بعيد الشر الأمراض الوحشة، تمام. الهرمون ده بيدخل كده تمام، ويقوم رايح جاي واخد من الآخر كده الحاجات الفاسدة في جسم الإنسان ملتهمها وواكلها. يعني إيه؟ يعني مثلًا أنت عندك سموم في جسمك، تمام. أنت عندك مثلًا إيه، حاجات سيئة مثلًا، أمراض، حاجات زي كده. سبحان الله الهرمون ده بتاع النمو يقوم رايح جاي هاجم على كل الحاجات دي مع المناعة، يقوم رايح جاي عامل إيه، التهام ذاتي، واكل بقى الحاجات السامة، واكل الدهون، الحاجات الدهون اللي على الكبد، مش عارف إيه. لو أنت عندك عضو فيه مشكلة بيتم إعادة بنائه من جديد. عارف أنت البيبي الصغير لمّا في سِنّة بتقع منّه وسِنّة جديدة بتيجي، ده بيحصل ليه؟ لإن الgrowth هرمون أو هرمون النمو بيبقى عنده عالي. كذلك أنت بتعيد بناء أعضائك من جوّه من جديد. الناس اللي عندها مشاكل، اللي عندها مشاكل صحية في أي عضو من أعضائها تمام، فأنت اعمل الgrowth يعني إيه، فعّل الgrowth هرمون دوّة، تمام؟ طيب وكمان هيبقى شكلك جميل كده وابتسامتك هتبقى حلوة، وتشوف بقى إيه الناس اللي في سنك تلاقيهم عجزوا وكده وأنت إيه ماشي كده برنس كده في نفسك إيه. والناس يقولوا إيه الحلاوة دي، إيه الجمال ده. أنا باقول لك أنت اللي بتسمعني أنت حلو وجميل وقمر، بس اللايك والشير عشان تستفيد صدقني، مش عشاني أنا بس، لأ عشانك أنت. أنا باحبك عايزك تكون سعيد وأنت تستحق كل حاجة حلوة. المهم بدون كلام كتير بقى قُل لي بقى إزاي نفعّل الجروث هرمون ده بقى، إزاي نفعّل هرمون النمو ده عشان نبقى حلوين وشباب كده وإيه، على طول.
بص يا سيدي، جوع نفسك ايه؟ ايوه، جوع نفسك. مش في حاجة عندنا في الدين بيقول لك صوموا تصحوا؟ فعلا سبحان الله، كل ما انت يا جميل يا قمر تجوع نفسك، كل ما انت الجروث هرمون دوت يقوم رايح جاي طالع كده، ويقوم رايح جاي واكل، بعمل التهام ذاتي بقى، ياكل السموم، الحاجات الوحشة، يعيد بناء بقى ايه العظام، يعيد بناء الحاجات اللي موجودة في جسمك بقى لو في حاجات فيها تلف. يعني انتوا عارفين ده عامل زي ايه؟ عارفين الانتي فيروس اللي بتاع موجود، اللي بيبقى موجود على الكمبيوتر زمان، اللي بياكل الفيروسات، هو ده بالظبط. وبيخليك كده شباب، وبيخليك كده جميل، وابتسامتك حلوة تمام. فانت حاول تجوع نفسك على قد ما تقدر. طب اجوع نفسي ازاي؟ في فترتين يا جميل. الفترة الاولانية الصبح، ما تقومش تفطر على طول، لا، انت بروقان كده تقوم كده وابتسامة جميلة على وشك، وتقوم ايه، قاعد لحد ما تجوع نفسك قوي، وبعد ما تجوع نفسك تروح جاي واكل. ليه بقى؟ هقولك. لأن هرمون النمو أو هرمون الشباب الجميل دوت له عدو، له عدوين بصراحة. إيه هما بقى؟ اللي هو الأنسولين، هرمون الأنسولين، وعدوه التاني الكورتيزول. فأنت كل ما أنت بتاكل يا جميل، كل ما الأنسولين ده بيقوم رايح جاي عالي، فهرمون النمو بيقل. فأنت ادي فرصة لجسمك إن هو إن أنت ما تاكلش عشان جسمك يشتغل ويظبط نفسه. ولأن ربنا حاطط بروجرام جوانا كده إن الجسم بيشفي، طبعا بإذن الله الجسم بيشفي نفسه بنفسه. فانت ما تقعدش يدي لجسمك اكل، عشان لو انت بجد اديت لجسمك اكل هيتلبخ بقى في انه يهضم الاكل وكده، ومش هيبقى فاضي انه يشيل السموم ويفرز الجروث هرمون ده. تاني حاجة او كمان ايه كمان عدو الكورتيزول. الكورتيزول ده انا عملت فيه حلقات قبل كده ياما اللي هو هرمون النكد. فانت تقلله بايه؟ بالضحكة والسعادة وكل حاجة جميلة. يبقى انت تقلل الهرمونين دولا بان انت ايه؟ تجوع. تاني حاجة، هرمون النمو بيتفرز يا جميل لما انت تبقى رايق ومستمتع. ايه؟ ايوه. يعني انت كل ما انت بتبقى بتضحك كده، الضحكة بتفرز يا جماعة، الضحكة بتفرز هرمون النمو وهرمون الاندورفين. اضحك، ابتسم، قهقه، فرفش، ولا يهمك من الدنيا دي كلها. ان شاء الله يحصل ايه، خليك انت رايق كده وايه ومزاجك جميل وايه ومستمتع. يبقى بنفرز هرمون النمو بحاجتين. رقم واحد، عن طريق ان انت تجوع نفسك خصوصا فترة الصبح. وبالليل ما تاكلش وتقوم رايح جاي نايم، لا، انت تقعد حوالي 3 ساعات. ليه؟ لان انت لو انت كلت ونمت، جسمك هيبقى ايه؟ هيفرز انسولين، وعايز ايه؟ يبقى عايز كل الاكل اللي ده بقى يهضمه، وبالتالي هرمون النمو بايه؟ بيقل. لكن انت لما تقعد 3 ساعات، ايه بقى؟ ودي تالت حاجه بتفرز هرمون النمو، النوم. ايه ده النوم؟ يعني افضل نايم على طول 24 ساعه؟ لا، نام بالليل بدري. النوم بدري يا جماعه بيفرز هرمون النمو دوت، وبيخليك كده شباب ورايق وصحتك جميله. الناس اللي سهرت الليالي ما تسهرش، لا، نام كده. لان في فتره بيبقى فيها ايه؟ فتره النوم العميق ده بيتفرز الهرمون. يبقى رقم واحد ايه؟ تعال نراجع تاني رقم واحد، تجوع نفسك، ما تفطرش على طول. تاني حاجة، ان انت تنام وانت بطنك خالية، تقعد 3 ساعات زي ما انا قلت لك كده بروقان، وتقوم رايح جاي ايه؟ على الاقل نايم قبل الاكل. ما تقعدش مش تاكل وتنام بالليل، وان انت تنام بدري. يبقى التجويع. رقم اتنين ايه اللي احنا بروقان كده نعمل؟ ايه؟ قولوا لي كده، فكروني اللي انت تقوم رايح جاي نايم بدري. رقم تلاتة، الضحكة الجميلة اللي من القلب. رقم أربعة، ابعد عن الزعل، خليك فريش، خليك دايما رايق مبسوط، حياتك جميلة. ما تفكرش بقى في ايه الهموم وفي الحاجات السيئة والحاجات السلبية، وابعد عن الناس السلبيين بقى وطاقتهم والحاجات دي. دي نضمها برضو مع ايه؟ مع الضحك والايه، اللي هي رقم 3، مع الضحك والروقان، صح كده؟ يبقى انت دايما خليك رايق، خليك مبسوط، خليك مستمتع. حاجة مهمة جدا بقى، عشان تبقى انت شباب دايما والهرمون ده بيتفرز في جسمك، تعمل ايه بقى يا معلم؟ هقولك تعمل ايه. العب رياضة.
انت مش بتلاحظ دايما الناس اللي هي ايه كل ما بتكبر بتحلو كده، من مغنيين من ممثلين، يقول لك السر في الرياضة؟ اه طبعا. كل ما انت بس اي رياضة، لا، الرياضة الهوائية، الرياضة اللي فيها حركة، اللي انت بتخلي قلبك يتحرك جامد قوي. ليه بقى؟ لما انت بتعمل رياضة هوائية زي الجري في المكان، زي الجري، زي التنطيط، الحاجات اللي انت بتعمل فيها كده قلبك يتحرك، دي بتزود هرمون النمو بطريقة فظيعة 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 يا جماعة. فانت اعمل التمرينات دي، وقوم رايح جاي مريح كده شوية، وقوم رايح جاي ايه بقى، عملها تاني. تمام؟ تمرينات متقطعة. يعني ايه؟ تقوم رايح جاي مثلا لعب 30 ثانية، وتريح مثلا 30، تجري جري في المكان صعب 30 ثانية، او تريح 30 ثانية، تجري جامد مش في المكان كده عادي 30 ثانية بس جامد قوي، وتريح 30 ثانية. بس لو عندك مشكلة في القلب بقى بلاش، فاهمني؟ لأنه ممكن يبقى صعب شوية عليك. فانت العب رياضة، حب نفسك، راعي نفسك بسعادة واستمتاع وايه وروقان. لو انت عملت كده هيبقى دايما هتحصل لك معجزات، صدقني. يعني انا شفت ناس كبار في السن خالص خالص خالص. واحدة لسه شايفها كانت كبيرة في السن، عندها 60 سنة، وخدت ملك الجمال. وشوف والسر في كده ان هي عندها هرمون النمو ده، فعالته بالصيام الايه، بالصيام او بتجويع النفس. يبقى عندنا ايه جميل الحاجات اللي بنفعل فيها هرمونات النمو. هنقولها تاني بسرعة عشان زمانك نسيت، انا عارف، ها. اول حاجة نجوع نفسنا الصبحية وبالليل، ودي اكتر حاجة على فكرة، على فكرة بتفرز هرمون النمو. بالليل مش تجوع نفسك يعني ايه، لا، ان هو ايه، ما تاكلش وتنام. رقم اتنين الضحكة الجميلة اللي من القلب بتفعل هرمون النمو. رقم تلاتة النوم، نام بس بالليل في النوم العميق. إيه الجروث هرمون او الهرمون النمو ده بيتفرز عشان تبقى شباب كده ورايق كده وشكلك جميل. تمام؟ والموزة تقعد تعاكسك، ها، وانت تعاكس في الموزة، لا اوعى اوعى عشان حرام، اوعى، انا بهزر. تمام؟ رقم أربعة، إن أنت تبتدي إن أنت تلعب رياضة، بس مش أي رياضة، لأ، التمارين اللي أنت بتحس إن أنت فيها عملت مجهود قوي وقلبك كده، بس متقطعة 30 ثانية و30 ثانية، تعملها أكتر من مرة، فجسمك يتبعت له إشارة إيه ده، جسمك يقول يا نهار أبيض ده بيعمل تمرينات قوية جدا. تعالى بعت له هرمون النمو ده بقى. تمام؟ دي ازاي تفعل هرمون النمو. ابعد عن السكريات، عشان دخلت سكر من هنا الانسولين بيع هرمون النمو او هرمون الشباب بيقل. ودايما خليك ايه، رايق وايه ومبسوط وايه ومستمتع، يا مستمتع انت. كنت مبسوط جدا ان انا معاكم، بحبكم من قلبي، بتمنى بجد ليك في كل لحظة الشباب والسعادة والروقان وكل حاجة جميلة في الحياة. بجد الحلقة دي مهمة جدا، من أهم الحلقات اللي أنا عملتها. دايما شوفها واعمل اللي فيها، وافكر ان دايما انت تستحق كل حاجة حلوة في الحياة. بحبك، متنساش اللايك، سبسكرايب، والشير، لان انت ان لم تفعل ذلك سيفوتك الكثير من البهجة ومن السعادة. واشوفك بعدين يا جميل. بحبكم قوي قوي قوي، وشكرا لكل المتابعين الجمال بتوعي. سلام.